بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما يمكن أن يقوله العبد المؤمن، وإن كان قضاء الله عز وجل وقدره قد يكون شديدا على القلب بفقدان حبيب أو فقدان صديق أو قريب، ويكون أشد ما يكون عندما يفقد الرجل أخا له في مضمار الدعوة، وليس أي رجل آتاه الله عز وجل من حسن البيان ومن سحر الكلام ما كان يلين القلوب بجملة أو جملتين أو كلمة أو كلمتين. وهذا البيان وهذا الجمال في الأداء الدعوي فتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا بما لم يستطعه، ما لم تستطعه حشود من الدعاء في محاضرات وفي مجلدات وفي كتب. هذا الشخص أتاه الله عز وجل حسن البيان كما ذكرت بجملة أو جملتين تجده يلامس قلبك فيكاد قلبك يطير من صدرك من رقة ما تجد من حسن كلامه. ولا أبالغ إن قلت أن مئات الآلاف من الشباب إنما كانت توبتهم على يده، إما في لقاء مباشر وإما عبر ما يصلهم من حسن كلامه المسجل. وهذا كله والرجل منذ أكثر من 30 سنة وهو يعاني شللا رباعيا تاما لا يتحرك فيه إلا عيناه ولسانه بحسن المنطق، ومع ذلك فتح الله عز وجل به وعلى يديه ما لم يفتح على من صحتهم كاملة تامة ولا يحسنون أداء شكرها. أسأل الله عز وجل أن يرحم أخانا الشيخ عبد الله بن نعمة، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعل هذا الخير الذي خلفه واديا جاريا من الحسنات لا يتوقف إلى قيام الساعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم فنتمشى معه ويضمنا ونضمه ونحن سائرون نرفل في جنات رب العزة والجلال الذي حسن ظننا به أن يكرم أخانا وأن يجمعنا به في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا عبد الله بن نعمة، إن توفاك الله سبحانه وتعالى جسدا فروحك لازالت مبثوثة بيننا من خلال هذا الخير الدعوي والإرث الدعوي الذي خلفته، فجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.